تفتكر الجبل بيقع؟ طب عمرك سألت نفسك الجبل اللي واقف بقاله ملايين السنين ده إزاي ثابت؟ إزاي الرياح والأمطار والزلازل ما وقعتهوش؟ وإزاي كتلة بالحجم ده ما تتزحزحش؟ ولا هو في حاجة جوه الأرض إحنا مش واخدين بالنا منها؟ لو السؤال ده شغلك فأنت في المكان الصح. في الفيديو ده هنكتشف مع بعض السر اللي محدش بيحكيه، إزاي الجبال بتقف وليه مش بتقع. ولو أول مرة تشوفنا ما تنساش تدوس لايك وسبسكرايب للقناة، علشان كل فيديو بنعمله بنغوص بيه جوه حاجة بسيطة لكن وراها عظمة رهيبة. تعال الأول نبص على الجبل من بره، من بعيد شايفينه صخر كبير شكله جامد واقف لوحده كده زي عملاق، بس الحقيقة إن اللي ظاهر فوق الأرض ده مش أكتر من نص الحقيقة. الجبل الحقيقي بيبدأ من تحت الأرض، يعني الجزء اللي فوق ده زي راس جبل التلج، لكن في تحته قاعدة ضخمة جدا. الجبل ليه جذر زي الضرس كده. فيه دراسات بتقول إن فيه جبال تحتها امتدادات بتوصل لعشرات الكيلومترات لتحت. تخيل جبل عالي 3 كيلومتر ممكن يبقى ليه جذر نازل 15 كيلومتر تحت الأرض. طب الجبل ده جه منين أصلاً؟ هل اتبنى ولا طلع لوحده؟ ولا حصلت حاجة في الأرض خلته يظهر؟ اللي بيحصل يا صديقي إن قشرة الأرض اللي احنا ماشيين عليها مش قطعة واحدة، دي متقسمة كأنها بلاطات كبيرة اسمها الصفائح التكتونية. والصفائح دي بتتحرك ببطء جدا، بس بتتحرك. لما صفيحتين يتقابلوا ساعات واحدة تدخل تحت التانية، وساعات يتزقوا على بعض، والضغط ده بيبدأ يكون جبال. يعني حرفياً الجبل ده عبارة عن كتلة أرضية اتزقت وطلعت لفوق من كتر الضغط. وعلشان كده في جبال لسه بتعلى، لأن الصفائح لسه بتتحرك لحد دلوقتي. نيجي بقى للسؤال الأصلي، إزاي الجبل مش بيقع؟ ببساطة الجبل مش مجرد كتلة واقفة فوق الأرض، هو جزء متصل بالأرض من تحت. قاعدته كبيرة جدا ونازلة جوه القشرة الأرضية بعمق رهيب. يعني هو مش فوق الأرض، هو جواها كمان. كأنك جبت مسمار طويل وخرجته جوه حيطة سميكة، هيفضل ثابت حتى لو وزنه كبير. كمان الصخور اللي بيتكون منها الجبل قوية جدا، وكل طبقة فوق التانية عاملة توازن، فمش بسهولة الجبل يتفك أو يتهز. بس الغريب بقى إن الجبال مش دايماً ثابتة زي ما احنا متخيلين. في الحقيقة الجبال ممكن تتحرك ببطء فظيع. في دراسات بتقول إن بعض الجبال بتتحرك عدة سنتيمترات في السنة بسبب حركة الصفائح الأرضية. يعني جبل ممكن يكون بيزحفه بس احنا مش بنلاحظه. وكمان مع مرور الوقت الجبال بتتاكل بسبب الرياح، الأمطار والثلوج. الحتت العالية بتنحت والجبال بتتغير شكلها. في جبال اتولدت وكبرت وبعدين ماتت. أيوة، في مصطلح اسمه الجبال الميتة، يعني بقت قديمة جدا واتاكلت وبقت صغيرة. السؤال المخيف، هل الجبل ممكن يقع؟ الجواب أيوة، بس مش بمعنى إنه يطيح كله. اللي بيحصل اسمه انهيار جبلي أو انزلاق أرضي، وده بيحصل لما جزء من الجبل يتفتت وينهار فجأة بسبب مطر غزير، زلزال، تآكل في الصخور أو تدخل الإنسان. وفي حوادث شهيرة في العالم زي جبل انهار في كولومبيا وقتل آلاف الأشخاص. وفي مصر كمان حصلت انهيارات صخرية زي اللي حصل في منطقة الدويقة. فالجبل فعلا قوي بس مش دايما غير قابل للكسر. الطبيعة ليها كلمة وممكن تخلي جزء منه يقع في لحظة. فعلا مش بس ظاهرة طبيعية، العلم الحديث أثبت إنه الجبال فعلا بتشتغل زي الأوتاد. زي ما الوت بيثبت الخيمة، الجبل بيثبت القشرة الأرضية. يعني فيه توافق بين العلم والدين بشكل يخليك تقول سبحان الله. يعني الجبل مش واقف كده وخلاص، لأ، ده ليه قصة طويلة من ملايين السنين. اتكون من ضغط رهيب
واتثبت بجذر عميق وفضل صامد رغم الزلازل والرياح. المرة الجاية اللي تشوف فيها جبل فكر، الجبل ده مش صخرة، ده كتاب ضخم مكتوب فيه أسرار الأرض. لو عجبك الفيديو دوس لايك وسبسكرايب للقناة علشان يوصلك كل جديد، واكتب لنا في التعليقات ايه أكتر حاجة فاجأتك عن الجبال، وعايزنا نكلم عن ايه في الفيديو الجاي. سلام.